دكتورة جنان، يعني رأس الحرب في هذا الموضوع اليوم. دكتورة، عن جد اليوم أنت قدمت لوحة وترجمتي مكان والدك سابقا ونحن رفقاء معه في المسيرة، كان يجمع التبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة، الأجهزة الطبية ومعدات طبية للمحتاجين. يعني اليوم جنان تترجم ما كان والدها يريده. ماذا تقول في اليوم في هذا الافتتاح؟ احنا هذا المشروع كان فكرة انها جنين بحاجة، واحنا كنا يعني نطلع ايش جنين محتاجة. فانا طبعا بابا قدوتي، بابا الدكتور عبد الله كمال، فانا دكتورة وعارفة شو السوق بحتاج، فحبيت اني نبلش بهذا المشروع لانها عن جد جنين بحاجة لهذا المشروع. هو المشروع الاول في جنين كتير بصير فيها احداث، فهي بحاجة لهذا الاشي، هي بحاجة لمستشفيات وبحاجة لحد يجهزهم. من هذا المنطلق احنا بلشنا هذا المشروع. دكتورة جنان، يعني هناك معدات وأجهزة حديثة كمان أيضا، يعني هناك في نوعية في الموضوع. طبعا، لأنه حبينا نوعية على أساس أنه يكون محل شامل، شركة شاملة لكل إشي، على أساس أنها تكون هي الشركة الوحيدة في جنين وفي تقريبا في فلسطين أنها شاملة لكل إشي بتحتاجه المراكز، المستشفيات، سيارات الإسعاف. وهذا الإشي إحنا كفلسطينيين بنحتاجه في كل مكان.